السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنزرع شجرة مثمرة في الأرض، جاية في كيس أو جاية في صفيحة، جاية في قصيص. هنعمل الجورة بتاعتها ونجيب كبريت زراعي وشوية رمل ونقلبهم مع بعض، وهنحط طبقة رمل تحت النبات، وبعد كده نردم برمل. طيب هنزرع بالصفيحة؟ لا طبعا. هنخرم الصفيحة ونحطها؟ برضو لا. هنشيل الصفيحة خالص، هنقص بالراحة، مش دق، مش نجيب أجنة ولا سكينة ونقعد نخبط بشاكوش. مفيش الكلام ده. قص بمقص حديد. هتقص الصفيحة خالص وتطلع الصلاية. لقيت في جذور كتير تحت، حاول تاخد جزء من الجذور بطريقة على خفيف بمقص، ونزل الشجرة بتاعتك ووردم عليها برمل. في كيس مش تقطع لي الكيس من تحت وتنزل، الكيس كله بيتشال. ساعات بتشتري شجرة وتلاقي الكيس بتاعها زرعتها مزروعة في رمل، يبقى اللي بيشيل فاهم هو بيعمل ايه، بيقطع بقطر من تحت وبيسقط وبيردم وبيسحب الكيس واحدة واحدة. الصيص بخرجها من القصيص، مش بفتحه من تحت، بخرجها من القصيص خالص وبزرعه علشان العود يمشي معايا، علشان جذوره تمشي والعود يمشي معايا. لان زرعت بصفيحة او بكيس او بالقصيص، حتى لو فاتح من تحت القصيص، برضو انت كده بتعطل النبات انه يشتغل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.